الا كنتي من عشاق العطور في المغرب غالبا غتكون داخل على الاقل في جروب من الجروبات اللي كاينين في فيسبوك ديال عشاق العطور. كاين بزاف، كاين نخبه عشاق العطور، كاين سحر العطور، كاين سفراء العطور، المهم لا ليست طويله. وإلا كنتي داخل في واحد من هاد الجروبات غتبان ليك باللي بدات واحد لا طوندونس جديده. هاد لا طوندونس كتعكس باللي انه بدات كتشكل واحد الثقافه عطريه، واحد الوعي بالمجال العطور عند الناس. غتقولي شنو هي الترند اولا شنو هي لا طوندونس؟ غنقول لك هو انه الناس بداو كيديروا البوستات كيتشكاو من انه الثبات ماشي معيار ديال جوده العطر. وهذه ديما تنقولها. علاش؟ حيت شحال هذه تيقول لك خديت ريحه اوريجينال رشيتها بقات الريحه واخا صبنت الحوايج بقات فيهم الريحه كتبقى 3 ايام، الريحه كتبقى 4 ايام. هو العكس، الثبات اللي غير عادي بهذه الطريقه هذه تعني بانه البارفان مستخدم في مواد اللي الجوده ديالها سيئه بزاف. واسهل حاجه هي انك تقاد البارفان اللي كيبقى لك 3 ايام و4 ايام و5 ايام. وبزاف ديال عشاق العطور بداو كيعاودوا هذا القضيه، بداو كيديروا بوستات في هذا الجروب اللي شفت انا ما جوج ما ثلاثه ما خمسه بزاف. تيقولوا باللي كيتشكاو من الناس اللي تيطلبوا الاداء اللي كيطلبوا الثبات، تيقولوا باللي هما كيفضلوا الرائحه تكون واعره، كيفضلوا بزاف الحوايج على ان الرائحه تكون ثابته. وهذا واحد الاشاره مزيانه في هذا لو سونس هذا. دونك كما قلت لكم الثبات راه ماشي معيار. الا كان ثبات العطر 4 السوايع 5 حتى 8 راه مزيان، الله يجعل شي بركه. وإلا كان العطر ديالك كيبقى الثبات ديالو واحد يومين 3 ايام فهذا راه اشكال اكثر من انه حاجه مزيانه. هذا ما كان، وفي امان الله.